السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني، انا توتي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة هايلة جدا، اقتصادية، طريقتها سهلة، والتشكيل بتاعها هتاخدي بيه النتيجة القمر اللي انت شايفاها دي. فطاير هشة جدا من غير ما نستخدم بيض او محسن او حتى كمان زبدة. الفطاير دي جميلة، تنفع للعشاء او للفطار وممكن كمان للسحور. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي، هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة، شكلها حلو وطعمها احلى، مكوناتها اقتصادية وبعملها بطريقة سهلة. يلا نبتدي فيديو النهاردة. نبتدي اول حاجة بالعجينة. هحتاج عشان العجينة 3/4 كوباية مية، والمية تكون دافية عشان تساعد ان الخميرة تنشط. 3/4 كوباية من اللبن الرايب، ممكن تستخدمي زبادي على لبن. انا بفضل في المعجنات وفي المخبوزات اللبن الرايب او الزبادي لان بيدي هشاشة للعجينة. معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هخلط المكونات السوائل مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب، وهضيف كمان ربع كوباية من الزيت. هخلط المكونات عشان السكر يدوب في المية الدافية وينشط لي الخميرة عشان اول ما اعجن العجينة تدخل في التخميرة على طول. هقلب لحد ما احس ان السكر كده داب. بعد كده هبتدي اضيف الدقيق بتاعي بالتدريج. انا هستخدم 3 كوبايات ونص، هضيفهم بالتدريج زي ما انتوا شايفين معايا كده. هبتدي اضيف اول كوباية، وطبعا معيار الكوباية يكون واحد في كل المقادير اللي انتي بتعايري بيها الوصفة بتاعتنا عشان النتيجة معاكي تبقى مظبوطة. دي اول كوباية هنخلها. خطوة نخل الدقيق مهمة جدا عشان تدخلي هوا للفطاير او لاي عجاين انتي بتعمليها. دي الكوباية التانية هنخلها برضو. مع اول كوباية انا كنت حاطة ذرة من الملح. دي معلقة من الخل، هو المفروض كنت اضيفها مع السوائل من الاول لكن انا نسيت، فانا لحقت وحطيتها. وهبتدي اعجن بقى العجينة بتاعتي. العجينة طبعا سايلة لان كمية الدقيق شوية، فانا لسه هضيف الكوباية التالتة وبعد كده هبتدي اعجن العجينة. نفذي نفس الخطوات في العجينة، هتطلع ناجحة معاكي، هتطلع هشة وهتطلع طرية. اهم حاجة كمان تستخدمي دقيق مخصص للمعجنات. دي الكوباية التالتة. نوع الدقيق بيفرق جدا في المخبوزات والمعجنات والبسكوت. يعني احنا لما بنروح اي سوبر ماركت بنلاقي انواع مختلفة لعجائن مختلفة. كل نوع مخصوص للعجينة بتاعته استخدميه عشان تاخدي نتيجة كويسة لو كنت بتعملي كيكة او بسكوت او معجنات. انا استخدمت ال3 كوبايات من الدقيق، والنص كوباية الاخيرة ضفتها بالتدريج واحدة واحدة وانا بجمع العجينة. عجنتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما العجينة اتلمت معايا وبقت ناعمة وبقت ملسة. هسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر، وده شكلها بعد التخمير. حجمها زاد زي ما انتوا شايفين واتضاعف. هبتدي بقى اقطعها عشان اشكل العجينة بتاع الفطاير بتاعتي. انا قطعتها كور متوسطة الحجم وكور صغيرة. وفي الخطوة الجاية وانا بشكل الفطاير هتعرفوا انا قطعتها كورتين ليه. طبعا الكورة انتي بتتحكمي في حجمها، حابة الفطاير بتاعتك تبقى كبيرة، تبقى صغيرة، تبقى وسط. انتي دي حاجة ترجع لك. انا عموما عملتها وسط لان العجينة لسه هترتاح وهتختمر تاني قبل الخبز، ولما تدخل الفرن وقت الخبز هتنتفخ فحجمها هيزيد. فهو الحجم المتوسط ده انسب حاجة. يلا نشكل العجينة بتاعتنا. هبتدي افرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده. علشان استخدمت دي مخصص للمعجنات كانت العجينة سهلة جدا في الفرد، فردتها بايديا، ما احتجتش ان انا افردها بالنشابة او باي حاجة افرد بيها. هبتدي اقطع العجينة بتاعتي على 4 زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هوصل لاخر العجينة. انا بضغط وانا بقطع العجينة بفصلها خالص عشان ما تبقاش لازقة. البوردة انا قبل ما بفرد عليها العجينة دهنتها دهنة من الزيت كده خفيفة علشان العجاين اللي اما اجي افردها ما تلزعش.
هاخد العجينة بقى الصغيرة هفردها، ودي اللي هحشيها بالجبنة. انا استخدمت جبنة بيضة، ممكن تستخدمي اي نوع جبنة انتي بتفضليه. عايزة جبنة رومي، جبنة شيدر، ميكس جبن، او موتزاريلا زي ما تحبي. بس اهم حاجة تقفلي العجينة الصغيرة كويس جدا على الجبنة، لان الجبنة بتسيح لما بتدخل الفرن، عشان ما تخرجش بره الفطاير وقت الخبز. حطيتها في النص كده وهبتدي ألم عليها العجينة. انا برفع العجينة وباخد الزاوية والزقها زي ما انتوا شايفين كده، باخد عكس بعض، ما باخدش الاتنين اللي في وش بعض، باخد عكس بعض عشان تديني اللفة بتاعة الوردة زي ما انتوا شايفين كده. الشكل ابتدى يبان. طريقة سهلة جدا للتشكيل، لكن في النهاية بتدي شكل حلو قوي بعد الخبز. ضروري جدا التخمير يكون كويس، وتريحي العجينة بعد التقطيع. ده هيساعدك وانت بتفرديها انها تبقى سهلة وتتفرد بكل سهولة معاكي. ده غير كمان ان احنا مستخدمين نوع دقيق كويس. او ممكن لو انت مش حابة تجيبي دقيق لكل حاجة، تجيبي دقيق متعدد الاستخدامات، فهو هينفع في اي حاجة انت بتستخدميها. بفرد العجينة زي ما انتوا شايفين وبقطعها 4، بس مش بوصل للنهاية. وهبتدي افرد العجينة الصغيرة عشان احشيها بالجبنة. هكرر نفس الخطوة في كل وحدات العجين. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل، عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. ممكن تغيري في الحشوة زي ما انت عايزة. انا حطيت جبنة بيضة، ممكن تغيري نوع الجبنة، او تحطي مربى، او تحطي نوتيلا، او تحطي شوكولاتة. يعني الحشو اللي انت حباه ضيفيه، او الحشوة اللي يحبوها اولادك ضيفيها ليهم في الفطاير دي، هتعجبهم جدا. العجينة ناجحة جدا جدا جدا، مع انها اقتصادية قوي على فكرة. العجينة دي ممكن تعملي منها البيتزا كمان، هتبقى ناجحة وهتبقى هايلة كمان معاكي. شايفين شكلها بقى جميل ازاي؟ انا صينية الخبز كنت عاطيها كده مسحة من الزيت علشان الفطاير ما تلزقش، وفي نفس الوقت كمان القاع الفطاير يبقى لونه ذهبي وجميل. الفطاير دي هتنجح معاكي حتى لو بتعمليها لأول مرة. لو عملتيها وعجبتك ادعيلي دعوة حلوة. شايفين بكل سهولة بتتعمل ازاي؟ انا بحاول بعد ما بلم العجينة وبظبط بقى شكلها، وبسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان لسه وقت الخبز حجمها هيزيد. دي كده كانت اخر واحدة معايا في الصينية الاولانية. هبتدي ألمع الفطاير بتاعتي بخليط من اللبن والبيض. انا استخدمت نص كوباية من اللبن، عليها بيضة وعليها فانيليا، ضربتهم بشوكة كويس جدا، وهبتدي ألمع بيهم الفطاير. ده هيديني لون جميل للفطاير، وفي نفس الوقت انا هرش سمسم لسه على الفطاير، فطبقة البيض دي هي اللي هتمسك لي السمسم على الفطاير. طبعا هدخل الفطاير دي على فرن درجة حرارة 170 على الرف الأوسط لحد ما القاع يحمر، وبعد كده هشغل الشواية عشان اديها لون ذهبي خفيف. بعد التشكيل ريحيها حوالي 10 دقايق كده قبل الخبز. ده هيديكي نتيجة كويسة جدا في النهاية. يلا اعملوا لايك للفطاير الحلوة دي وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. كانت نكهتها حلوة قوي وانا بخبزها، والعجينة طرية جدا وناجحة. وصفة مضمونة 100%. ده بقى شكل العجينة بتاعتي او الفطاير بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. شايفين اخدت لون ذهبي جميل، حجمها زاد، لكنها في نفس الوقت هشة وطرية ومفرغة جدا من جوه. حلوة قوي مع كوباية شاي، حاجة عظمة بصراحة. شايفين شكلهم قمر ازاي؟ اعمليها لولادك هيفرحوا بيها، شكل جديد للمعجنات.
ومختلف لكنه حلو في نفس الوقت. الفطاير دي كمان ممكن تعمليها لو في عيد ميلاد وتحشيها بأي حشوة انت حباها، يبقى بدل الكايزر او السندوتشات التقليدية في اعياد الميلاد هيبقى شكل جديد ومختلف وشكل حلو كمان. شايفين بقى الفطاير طرية جدا ازاي، هشة جدا جدا، من غير ما نستخدم بيض او من غير كمان ما نستخدم محسن. في الخطوة الجاية انا هقطعها معاكم علشان تشوفوا قد ايه الفطاير من جوه منتفخة وفاضية هشة جدا زي ما انتوا شايفين كده. التخمير الصح هو اللي بيدي طراوة وبيدي هشاشة لأي معجنات أو أي مخبوزات انتي بتعمليها. نصيحتي ليكي جيبي دقيق متعدد الاستخدامات أو مخصص للمعجنات عشان تاخدي نتيجة كويسة. اعجني العجينة كويس جدا واديها وقتها الكافي انها تختمر. خمري العجينة تاني بعد التشكيل، ده هيساعد ان الفطاير تبقى منتفخة وهشة وطرية. استخدمي رايب او زبادي في العجينة نفسها كمان، ده بيفرق كتير في الطعم وفي القوام بتاع العجينة وفي الهشاشة. يا رب فطاير النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة وتقدروا تنفذوها. لو نفذتوها اكتبولي في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه عشان الفايدة تعم، ودعموني بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا القناة هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة ان شاء الله هتعجبكم. انتظروا مني فيديوهات كتير جاية حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.